يا حبيبي عايزين دلوقتي نعرف ايه قصه الثلاث ساعات دول اللي انت بتاخري الناس لمده 3 ساعات. شفت اكتر من كذا فيديو بيقول لي الحوار ده، فانا عايز اعرف ايه قصه الثلاث ساعات دي. انا بامانه لحد دلوقتي انا بالظبط خدت الاكل في ماكسيموم اول 5 دقائق. بصي يا حسام، في ناس بامانه ده حصل في بدايه مواضيعها بامانه، عشان اكون معاك صريحه ده حصل بالفعل. لما طبعا يبقى في ضغط في كل يعني في شباب طالعه خارجه من الكليات، مجموعات ابتدائي اعدادي ثانوي واسر قاعده من اول الحرم بركه بسم الله لغايه اخر الحرم ما شاء الله. وانت كحسام جيت شفت المكان بعينك، المساحه معاك قد ايه؟ صغيره. طب استاذنك بس بالكاميرا بعد اذن حضرتك لو سمحت. حماده يا حبيبي بعد اذنك يا اسلام، بس هوري بس الفولورز هنا عند حسام. هنا الدنيا معانا ماشيه ازاي. تعالى يا حبيب ماما، بصي يا حماده ادي الفلاير بتاعي وادي شغلي. ده هنا بنحط الكبده والكفته دي البطاطس، وهنا الفراخ البانيه. احنا شايفين المساحه معانا المساحه قد صغيره إيه؟ جدا. المساحه صغيره. هنا يا حسام لما اجي احط مش هحط 50 رغيف، لا اكيد طبعا احط 10 عشان مثلاً. تستوي بالظبط. وبعدين انت في اللحوم انت بتشتغل لحوم، يعني سواء كبده سواء كفته سواء سجق سواء فراخ بانيه، انت بتشتغل فريش بالظبط. مش جوان وهتركن في الثلاجه. صح. فانت شغلك اول باول، صح الكلام؟ أكيد طبعا. طيب. اي غلطه بفوره. اكيد طبعا. بس اقول لك على حاجه حلوه بقى، مر. ايا كان المشوار يستاهل ماما ده. حبيبي يا حسام والله أحلى يا ماما ده حبيبي. بجد. حبيبي يا حسام ما تحرمش ربنا مني. يخليك يا رب. انا متشكره لوجودك ربنا يخليك يا ومتشكره رب. لدعمك ومتشكره على ثقتك الغاليه وكلامك الطيب، ويا رب يكتر من امثالك ويكفينا شر ان هم مالناش دعوة بيهم. مالناش دعوه بيهم.